يتقابل أبوه آدم عليه السلام في السماء الأولى، لأنه أولا أول الأنبياء وأول الآباء، فهو الأحق باللقاء، ولأن يكون أنيسا له في بداية رحلته. ثم في السماء الثانية لماذا قابل عيسى ويحيى عليه السلام؟ قال لأن عيسى أقرب نبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المدة الزمنية، أقرب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرسل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السماء الثالثة لماذا قابل يوسف عليه السلام؟ لأن الأمة أو كل من يدخل الجنة على شكل يوسف عليه السلام، كلنا ندخل في عمر واحد على شكل يوسف عليه السلام، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة جميعا. ثم بعد ذلك يتقابل في السماء الرابعة بهارون. ليه هارون يبقى في السماء الرابعة؟ هم 7 سماوات، السماء الوسطية اللي بينهم هي السماء الرابعة، فلما يتقابل في السماء الرابعة هارون هو الذي كان واسطة بين موسى وقومه، وكان أمر وسطي. كان لما بني إسرائيل يبقى في عندهم مشكلة يكلموا هارون، ما يكلموش موسى عليه السلام، لأن موسى كان شديد، أما هارون كان لين الجانب، كان لما يجي يتكلموا معاه يعرفوا يتكلموا معاه، فكان هارون يتوسم بالوسطية فجعله الله سبحانه وتعالى في السماء الوسطية. ثم بعد ذلك يتقابل مع موسى في السماء الخامسة لأنه أعظم من هارون، لأنه نزل عليه الوحي، فكان في هذه المرتبة. ولكي يتقابل مع موسى عليه السلام فيعلمه بأن الأمور التي ستقابلها يا محمد أعظم مما تتخيل. أنا شفت أكثر مما تتخيل، ولسه هقول ده إن شاء الله كمان شوية. ثم يتقابل مع إبراهيم في السماء السابعة. إشمعنى؟ وليه آدم في الأولى وإبراهيم في الأخيرة؟ وليه ما يكونش آدم في الأخيرة؟ قالوا أن إبراهيم عليه السلام هو الأب الأخير لآباء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو آباء الأنبياء 3، آدم ونوح وإبراهيم. آدم أبو البشر وأبو الأنبياء. نوح لما هلكت الأرض كلها في سفينة نوح ولم ينجو إلا أولاد نوح، حام وسام ويافس، فلم تبقى من الذرية إلا أولاده، فهو أبو البشر جميعا أيضا. ثم إبراهيم هو أبو الأنبياء، يعقوب وإسحاق وإسماعيل، فأبو أنبياء بني إسرائيل وأبو أنبياء العرب. فيقولون أن إبراهيم وجد في السماء السابعة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الأبوة في الأولى والأبوة في النهاية، ولكي يتبين مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم الخليل، فالخلة تزيد القربة، ومحبة النبي تكون أقرب. صل على الحبيب. يعني سيدنا إبراهيم وصل للسماء السبعة لأنه خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن سيدنا محمد حبيبة، والمحبة أعلى من الخلة. المحبة أعلى من الخلة. وقيل أن النبي أخذ الخلة والمحبة. وبعض الناس لما هم يتكلموا ويقول لك سيدنا يوسف أعطي نصف الجمال، قال العلماء وأعطي نبينا الجمال كله. وإن شاء الله لما أجي أعمل لك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يعني مش هتتخيل جماله شكل النبي صلى الله عليه وسلم.